السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ايه رأيكم في الطبق الجميل ده؟ رز بالفول الأخضر وبالشبت، أكلة تراثية ومليانة فوائد جميلة جدا. حديد الفول ده حديد، بروتين نباتي. يلا بينا على طول على البوتاجاز نشوف هنطبقه ازاي ونعمله ازاي. ودلوقتي حبايبي نجيب الحلة اللي هنطبق فيها الأكلة، وهنروح حاطين معلقة سمنة كويسة ومعلقتين زيت معاها. واول ما الحله تسخن كده كويس والسمنه تسيح، هنبتدي نجيب بصلايه نكون مقطعينها صغير كده، ونبتدي مش هنحمرها، احنا بندبلها ونحط عليها طرف المعلقه كده ربع معلقه ملح تساعد عمليه الدبلان بسرعه. وبعدين 5 فصوص ثوم مقطعاهم رفيع كده انزلهم، يدي ريحه حلوه كده للاكله. زي ما قلت لكم انا مش هسيبها تحمر، يا دوبك بتدبل الثوم يطلع الريحه بتاعته. وطبعا زي ما قلت لكم الفول من الاكلات الاقتصاديه، وكان اهالينا زمان بيعملوها، دي اكله من التراث. فول اخضر جميل. طبعا دلوقتي احنا دبلت البصلايه وكمان التومه، اروح منزله عليهم الفول مفصصاه. الفول اللي انا عاملاها دي الفول البلدي هي الصغيره، لو جبت الفول الرومي الكبير بتشيلي، يعني حتى الفوله دي بعد ما تشيلنا الطبقه الخضراء اللي ورا بتفصصيها لفصين، وتشيلي كمان الطبقه اللي بره دي علشان تبقى قاسيه في التسويه، يعني بتبقى ناشفه شويه وانت بتاكليها. انما البلدي بتبقى مسكره بتتعمل على طول كده. وفي ناس بتمسك كمان اللي هو الفوله الرفيعه الخضراء، تروح مقطعاها زي الفاصوليا الخضراء كده وتدمجها معاها. ودلوقتي انا قعدت اقلب وعملت كام تشويحه عليه كده، هوطي النار واغطي عليه واسيبه يستوي ويشكشك كده مع نفسه شويه. ودلوقتي حبايبي هحط لها قرن فلفل حامي، ده حسب الرغبه، اللي مش عايز ممكن يحط قرن فلفل رومي بيطعمها برده. وانا موطيه عليها زي ما قلت لكم، وهي دخلت اتقربت على التسويه اهي. هغطي عليها واسيبها برده لغايه ما تكمل سوا شويه قبل ما احط الرز. ودلوقتي حبايبي اهو سبته على نار هاديه دخل في السوا، هنزل عليه كوبايتين رز مغسول ونشفاه كويس، واقلب واقعد اقلب في الرز معاه شويه كده كاننا بنعمل رز عادي، تفلفليه كده يختلط المواد الدهنيه بالزيت مع السمنه اللي حاطينها شويه كده. ودلوقتي انا قعدت اقلب فيه كام دقيقه كده، لما الرز اتفلفل كويس في المواد الدهنيه دي ابتدي بقى حزمه من الشبت اللي هو الورق، وانزلها. الشبت جميل وبيعالج 88 داء او 88 مرض، وقيمته الغذائيه عاليه، وطعمه كمان في الاكله دي حلو قوي. هقلب كده كويس. انتوا بقى بتتخيلوا طعم الحاجه شكلها عامل ازاي. دلوقتي هحط معلقه كمون صغيره، وبحط عليها معلقه كاري صغيره، حبه فلفل اسمر بتاع ربع معلقه، وبحط ماجي بحدق بيه، بيدي طعم جميل، وده تبع الرغبه حسب رغبتك انتي. واقلب كده كويس الحاجات دي مع بعضها. يبقى انا هنا حطيت الماجي من باب ان انا بحدق، وكمان بيدي طعم جميل. وكنت ضايفه بتاع ربع معلقه ملح في الاول على البصل،
هي ده كفايه يظبط الحدق كويس قوي. يا سلام لو تشموا الريحه اللي انا شماها، الروايح الجميله والالوان كمان الخضراء الحلوه دي. اكله فعلا مغذيه. وبعد كده اجيب لها ميه مغليه من الكتل او ميه كنت غلياها، واحط الميه المقدار المناسب. الرز المصري. وعلى فكره دي بالطريقه المصريه العاديه، في البحراويه بيعملوها زي طريقه الايه، السلق بتاع القلقاس. يعني بيضربوا في الخلاط العروق الورق الاخضر بتاع السلق والكزبره الخضراء، وبعدين يصفوها ويحطوا الميه الخضراء بتاعتهم هنا مع الشبت، وبعد كده ياخدوا التفل اللي اتضرب في الخلاط ده ويعملوه زي ما بيطحنوا وبيعملوا للقلقاس بالظبط مع تومه، والاخر يطشوها عليها وهي في مرحله ما بتسيقها بالميه كده. ابتدى حبايبي اهو يغلي، بديله تقليبه بسيطه كده وهوطي عليه واغطيه واسيبه يستوي، ولما نيجي نغرفه هنشوفه شكله بقى عامل ازاي. ايه رايكم حبايبي بقى؟ ادي طلعته من الحله وغرفته، وطعمه جميل جدا والريحه ماليه الشقه جميله جدا، ريحه الشبت مع الفول مع الحاجات اللي حطيناها. تاكلوه بالف هنا وشفا. اكله اقتصاديه ان شاء الله تعجبكم. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.